عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي الكرام، رب الأرنب في كل مكان يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في أحسن حال. جبت لكم النهارده في فيديو جديد مهم جدا، معلومة يا ريت كل يحفظها، يا ريت ما حدش يغيرها علشان اللي توصل له ما ترجعش تمشيه تاني. يعني أنا لقيت أنا شغال في الأرانب بأي طريقة كان، بطريقة ماشية معايا كويس وناجح فيها، والأرنب بيديني والأمور ماشية معايا كويس، ما فكرش. ساعات أنت بتسمع على الفيديوهات على اليوتيوب فبتحب تطور، بتحب تحدث، بتحب تاخد أفكار جديدة، أهلا وسهلا. بس عايز أقول لحضرتك والله معلومة مهمة جدا، والله أنا بسميها في الفيديو ده إن الفيديو ده خلاصة بالنسبة لناس كتير شغالة في الأرانب. يعني حد يقول لي أنا كنت شغال وكان عندي المكان كويس بس حبيت أوسع فرحت في مكان تاني، فالمكان التاني حصل لي فيه مشاكل كتير. عايز أقول لك أنت وأنت في مكانك شغال وحابب توسع، خليك شغال في المكان وماشي كويس زي ما أنت، وابدأ انقل واعمل تجربة. ما تروحش على طول تقوم ناقل كل حاجتك وواقف في مكان جديد ولسه ما تعرفش تهويته ولسه ما تعرفش دنيته عشان توسع. هنا تخسر اللي انت جريته كله واللي انت مشيته كله، وفي نفس الوقت تلاقي نفسك دخلت في مشاكل جديدة وضيعت الارنبين اللي حيلتك، وضيعت المزرعة اللي على قدك اللي ماشية معاك كويس، اللي بتكسب منها، اللي ماشية معاك تمام. دي حاجة من ضمن الحاجات. هقول لك برضو على حاجة تانية. انا ماشي بحط للارانب مثلا، جبت نوع دواء معين وجبت مضاد سموم من عند البيطري وبحط منه والامور ماشيه كويس. فجيت سمعت فيديو لعم محمد، عم محمد جايب الانتيدوت مثلا، جايب اي مضاد سموم اي اسم كان جايبه في الفيديو، بقول لك ده كويس وده ماشي معايا تمام. لو انت ماشي كويس مالكش دعوه باللي عم محمد قالوا لك في الفيديو. ازاي يا عم محمد؟ ده انتوا ناس اهل خبره. يا حبيبي احنا اهل خبره، هو ناجح معايا ماشي، وانا جربت اكتر من حاجه وده نجح معايا، انت جربت حاجه تانية نجحت معاك، يبقى انت تخليك باللي نجحت فيه. ما تحاولش تروح تجيب حاجه تانية، ما تحاولش تقول لا ده احسن. عاوز تجرب على راسي وده كلام صح، وبرضه التجربه لازم اعملها. يا عم محمد كلامك عكس بعضه. لا مش عكس بعضه ولا حاجه، انا عايز افهمك ان انت لما تبقى شغال بفيتامين معين ماشي وجايب معاك نتائج كويسه، وبعدين انا عرضت لك فيتامين في الفيديو تاني قلت لك ده نوعه كذا وده عامل ومساوي وكل حاجه، خليك زي ما انت ماشي بالفيتامين بتاعك اللي جايب معاك نتائج، اللي الارانب ماشي جايه عليه، اللي بتكسب منها وربنا راضيك ودنيتك ماشيه كويس، خليك ماشي بيه. واجي على عم محمد اجيب الفيتامين اللي عم محمد قال لي عليه وابدا اشتغل على حاجه قليله، اشتغل على مثلا، يعني هتقول لي يا عم اشتغل على عين واحده بس، امهات هحط لها في الميه في طاجن، انقلها في جنب الواحده، تكون لسه عندك اقفاص فاضيه مثلا في مكان، واعمل لها جردل لوحده. يعني كل جرب، اعمل جردل عشان تجرب، واعمل طاجن عشان تجرب، واجتهد وجرب وشوف الفرق. ده ماشي معايا تمام وده الجديد احسن، اشتغل بالجديد. طب الجديد ما هوش زي القديم، لا ده ما بانش على الارانب حاجه ولا حاطط في نفس الايام وبتاع، يبقى خليك زي ما انت ماشي هتلاقي احسن لك وافيد لك تمام. طيب انا بعلف بالطريقه المعينه، يعني الكلام ده العلمي يمكن انا اول مره اعرض العلم في الكلام ده، بس انا يعني انا عايز اوصلك ان انت طالما دنيتك ماشيه كويس ما تحاولش يعني تخترع جديد. انت بتعلف علف ماشي، بتحط مثلا 300 جرام للام دي، عندك كده قطعيه، عندك كوبايه، عندك عامل بتحط بايدك، عامل اي حاجه تمام زي الفل، والدنيا ماشيه معاك بالطريقه بتاعتك زي الفل خلاص ودنيتك ماشيه. شفت الفيديو لعم محمد او لفلان قال لك الام 100 جرام والمش عارف ايه 50 جرام ومش عارف ايه، ورحت للجرامات واشتغلت علمي عشان بتوع الفيديوهات والناس اللي بتقولوا وبتاع وكلام سلام تمام. اما غيرت حصل لك مشاكل، يبقى ليه تغير؟ انت ماشي كويس ما تغيرش، انت امورك ماشيه تمام ما تغيرش، ما تروحش لاختراعك تاني
قال هتاخد الاختراع هتجرب، زي ما انا قلت لك في الفيديوهات بتاعتي قبل كده. بس واضح ان انتوا ما بتراجعوش الفيديوهات، لان انا الكلام ده ما بعملش الفيديو الا من واقع ايه. يعني حد سالني سؤال قال انا كنت بعمل كذا وبعدين عملت كذا فحصل لي كذا، فعشان كده انا بنصح الباقي من واقع ما بعملوش كده. قلت لك قبل كده في الفيديوهات خليك ذكي، في فيديو ليا على القناه اسمه خليك ذكي، او لازم يبقى عندك فطنه، يعني يبقى عندك ذكاء. انا مثلا سمعت فيديو لاي حد كان شاطر ومزرعته الله اكبر عليه وحاجه ربنا يرزق الناس كلها والدنيا ماشيه زي الفل، قال لي بقى انا والله بجيب يعني بعمل تقليبه كده، بجيب مثلا رد على صويا على كاني على ماني وماشيه معايا مدغدغه الدنيا، وانا عديت وقلت لك كل حاجه في الفيديو تمام، وانت اتبسطت قوي. قلت انا هجيب بتاع عم محمد واعمل. خليك ذكي، ما تاخدش كلامي بقى مره واحده، او كلام فلان على اليوتيوب او كلام فلان على اليوتيوب وتاخد وتقوم مغير نظامك كله بالكليه علشان انت واثق في عمك محمد. شكرا يا سيدي على الثقه، بس خد الفكره وجربها الاول. نجحت معاك كمل، ما نجحتش معاك يبقى ولا كأن حصل حاجه، وانا خلاص وصلت لحاجه ماشي بيها كويس. طب جابت نتيجه اعلى وافضل وكل حاجه، انا اخد بقى بكلام عم محمد هنا. مش كل الكلام على اليوتيوب يا جماعه، او مش كل الكلام اللي النصايح تاخدها الا ما تجربها. انا والله يعني بعمل ده كله وبتكلم في فيديوهاتي دايما عن حاجات واقعيه، يعني بجيب لك الحاجه اللي جربتها كل الكلام ده. بس ممكن اللي ينفع معايا ما ينفعش معاك انت. يعني كان حد النهارده بيكلمني وانا كنت بحط كذا على كذا وشغال بيه، وكانت الارنب ماشيه معايا كويس جدا. لما غيرت الطريقه وجبت علف كذا وعملت كذا الدنيا اتلخبطت معايا وحصل لي كذا. طب ليه انت ماشي كويس وبالطريقه دي تمام قوي، افضل ماشي بيها على طول ما غيرهاش خالص. طيب عايز اجرب جديد، ما انا لازم برضه اجرب جديد، اجرب على قد يعني. اخليني يا سيدي عندي المزرعه اقسمها على 3 تلات، اجرب في تلت الاولاني لقيت الدنيا تمام. والتجارب برضه علشان ادي لحضرتك فكره، التجارب ما بتبانش من يوم وليله. يعني ايه ما اخدش فكره عم محمد اجربها في يوم وليله واقول لا وحش، لا اجربها عندي مثلا وليكن 15 يوم علشان اعرف دنيتها رايحه لفين. تمام اشتغل تمام، لان ممكن في الاول تجيب معاك نتائج كويسه جدا وترجع تقف تاني. ليه؟ لان دايما الارنب اما بتغير عليه، انا بقول لك يعني الارنب اما بتغير عليه علف او ما بتغير عليه طعم جديد او بتحط له حاجه جديده، فالارنب بيروح عليها بكل تقله، بيخش فيها جامد تمام. عشان كده بنقول حط مضاد سموم من تغيير علف لعلف، واشتغل بالنسب. لو عندك علف اشتغل بالنسب كده، اطلع واحده واحده، لان الارنب في الطعم الجديد بيخش عليه على طول، فبيقوم يعمل عمليه تبقى فريش ويحول ويبقى كويس او فانت تقول الله اكبر. لا استنى الاستمراريه بتاعته، استنى لحد 15 يوم علشان الاستمراريه بتاعت التجربه بتاعتك تبان كويسه ولا لا. فانا بقول لك في الفيديو ده انت لو ماشي على حاجه وناجحه معاك، يعني انا عايز اقول لك انت لو ماشي غلط والدنيا ناجحه معاك ما تغيرش الغلط بتاعك ده دلوقتي، جرب في الجديد. في حاجات اساسيه وفي حاجات تجريبيه، انا معاك مفيش مشكله. تحصين اساسي ما فرطش فيه ابدا. الحاجات اللي يعني في حاجات ما فيش فيها كلام، انا مش تربيه على الارض، انا بقول لك لا مش حلوه خالص، مشكلها كتير. يبقى اساسي ان انا اربي البطاريه، مطهرات اساسيه الكلام ده. بس في الطرق لا، الطريقه بتاعتي انا بعلف بكذا وانت بتعلف بكذا، الطريقه لا. يعني الطريقه بتاعتك يعني ايه؟ انا مثلا شغال بالديازنون بطهر 1 2 كذا وبعمل كذا وماشي كويس ما عنديش جرى. طب انا ماشي حبيت اروح اغير واجيب حاجه ثانيه، يا حبيبي طالما انت ماشي كويس ما تغيرش. انما الاساسي ان انا اطهر بالديازنون او بكذا او بكذا، انما الماده بتاعتهم ده ماشيه كويس معايا ما فكرش اغيرها. انا بجيب علف عم محمد حسان والعلف ماشي معايا كويس واموره زي الفل، ما تروحش لاي علف تاني خالص، ما تفكرش فيه خالص. لا ده انا سمعت ان علف فلان كويس، ما تروحلوش. انت ماشي كويس، تحويلك كويس، امهاتك كويس، الدنيا بترضع، ما تروحش. انت شغال بعلف فلان وماشي معاك كويس قوي ودنيتك ماشيه، ما تروحش العلف عمك محمد ابدا، ما تروحش العلف حسان. خليك زي ما انت ماشي بيه، ماشي معاك كويس، ما تغيرش.
انت خلاص خطيت وبقى عندك خطوه كويسه، ما تغيرش، خليك اثبت على اللي ماشي معاك كويس عشان امورك تبقى زي الفل. تحياتي لكل الناس، يا رب دايما كده تبقوا في احسن حال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.